الرغبه في المكسب. لو عندك كل الامكانيات متاحه بالنسبه لك بالنسبه لفريقك وما عندكش رغبه في المكسب صعب انك تكسب. النهارده النادي الاسماعيلي المباراه المفروض ان هي تكون سهله على النادي الاسماعيلي بامكانياته بنتائج الحقيقه الخمس مباريات اللي فاتت، يعني 3 مكسب 2 تعادل. النادي الاسماعيلي النهارده كان المفروض ان هو كان يكسب مباراه سهله جدا، كان يحصل على النقطه النهارده 52 او تقربوا كتير من المربع زي ما قال كابتن طارق. لكن النهارده لعيبه النادي الاسماعيلي زي ما هو كمان قال وبصراحه شديده ان اللعيبه ما فيش ترابط ما بينهم في الملعب، ما فيش انتشار جيد، ما فيش تمركز دفاعي جيد. يمكن احنا ما بين الشوطين واحنا بنتفرج على الشوط الثاني انا وكابتن محمد صلاح بنتكلم على طريقه دفاع النادي الاسماعيلي كمان وعدم التمركز يا كابتن محمد في الكرات العكسيه، برضو مشكله كبيره للنادي الاسماعيلي النهارده. انا من وجهه نظري ان الاسماعيلي النهارده خسر نقطتين لكن خسرهم بالاداء، والنصر خسر نقطتين كان يستحقهم النهارده نادي النصر في هذه المباراه. يعني شايف النصر كان اقرب للفوز؟ النصر كان اقرب النهارده بشكل كبير جدا للمكسب، كره في العارضه، انفرادين، كرات عرضيه كتيره، عملوا جيم رائع النهارده النصر. انت مع الكلام ده يا ريشه؟ يعني هو بسم الله الرحمن الرحيم، يعني قبل ما نتكلم على الماتش اسمح لي بس اتكلم على النقطه بتاعت الحاج عامر حسين، لان الراجل ده الحقيقه ليه مني كل احترام وتقدير. ولو كنت بتكلم على نقطه صلاه التراويح وكده، انا فعلا ما اعرفش ايه سبب الاختيار في التوقيت بتاع الماتشات اللي هو 9:30 اللي هو 9:30. فممكن يكون ده كان سبب مش تريقه، يعني انا بتكلم على سبب مش تريقه، ومش قصدي تريقه على حد يعني بعينه. لا انا عايز اقول لك على حاجه، هو انت ما كنتش بتتريق، انت كنت بتتكلم هو انت لعيب كوره وبتحس طريقه كلامه يعني لا هو من طريقه كلامه هو طبعا ولا 9:30 تنفع للهضم. يعني فيريرا نفسه هنا بنتكلم في اقل حاجه 3 ساعات عشان تقدر تهضم. المدير الفني لنادي الزمالك يتحدث ايضا عن هذا الامر، وان اللاعب مش هيقدر يهضم بعد ما يفطر. بالظبط تحديدا الفتره قليله جدا، ساعتين يعني ولا هيقدر يفطر ولا هيقدر يلعب. لو هو هيفطر كويس مش هيقدر يلعب، ولو ما فطرش مش هيقدر يلعب برضه. فانا بس كنت عايز اوضح النقطه دي. لكن لما نيجي نتكلم على الجيم بقى، الاسماعيلي الحقيقه مش عايز اقول فرط، لكن الاسماعيلي كان مش موفق النهارده، لان اي فرصه من الفرص اللي جات له في الشوط الاول بالتحديد قبل الشوط الثاني كان كفيله ان هي تغير سير المباراه. اللي اداله فرصه لكده او اللي ادى فرصه للنصر بان هو يؤدي الاداء ده طبعا تاخير الهدف، وفي نفس الوقت بعد المسافات عن بعضها، التمركز اللي موجود بالنسبه للخطوط بتاعه الاسماعيلي الثلاثه الحقيقه بعاد عن بعضها قوي، ودي ادت فرصه للنصر ان هو يكون عنده مساحات يتحرك فيها وعنده فرصه للاعيبته ان هي تتالق. شفنا احمد السباعي، احمد العجوز، رفاعي، فوزي، احمد السعيدي كان بيستلم براحته وبيلف كويس قوي، وضيعوا اكتر من فرصه الحقيقه برضو كانت كفيله ان هي تكهرب الدنيا بالنسبه للاسماعيلي، وما كناش هنشوف الاداء ده. في سبب ثاني وهو ان كان في تسرع واضح جدا من مهاجمين النادي الاسماعيلي في اللمسه الاخيره. شفنا ايمانويل وشفنا شكري نجيب وشفنا ابراهيم حسن، حتى زيكا لما نزل برضو كان عنده تسرع، محمد مجدي لما نزل كان عنده تسرع، يمكن الى حد ما كان متالق وكان واضح قوي النهارده. عبد الرحمن حسان واحمد سمير فرج الحقيقه كان لهم دور واضح وجميل جدا مساند للناحيه الهجوميه في بعض الفترات. تالق عصام الحضري برضو وصل الاسماعيلي للنتيجه دي، ان هو برضو ما اتهزمش. عصام ثروت وعصام الحضري عملوا الحقيقه الجونين كان لهم تاثير قوي جدا في ان الماتش يطلع 0-0 النهارده. لكن بشكل عام هو يعني لما نيجي نستند لكلام الكابتن طارق يحيى، لا هو ما كانش في رغبه اساسيه للفوز من البدايه، الاستخفاف بالخصم، وزي ما اتكلمنا على الرجاء وقلنا ان هو ممكن يكون سبب في هبوط بعض الانديه. لا النصر والاسيوطي وحتى دمنهور، الثلاث فرق دي طالما ما لهمش رغبه في البقاء، لكن ليهم رغبه في التواجد، ليهم رغبه في ان هم يكون عندهم او ما فيش ضغوط نفسيه نسبه مشاهده، ودي حاجه مهمه ان انت ما عندكش ضغوط من نفسيه، بعكس الفرق اللي بتلعب على مركز، بعكس الفرق اللي بتلعب عشان تجيب نقطه وثلاث نقط. الفرق دي كلها كفيله ان هي لما تيجي تلعب جيم مع النصر او مع الاسيوطي او مع دمنهور بصرف النظر عن النتيجه، لكن مش هتقدر ان هي تأدي اداء مقنع ان هي تاخد الثلاث نقط. اكيد. يمكن انا بشوفها من وجهه نظر فنيه متواضعه ان حارسي المرمى عصام الحضري وعصام ثروت تحكما في نتيجه المباراه بتألق النهارده غير عادي. لعصام ثروت عمل مباراه رائعه بامانه شديده. في جمل اتعملت جميله، يعني الوان تو اللي اتعمل مع عمرو سوليه وايمانويل، دي حاجه جميله. الكره اللي طلع بيها عبد الرحمن حسان وشاطها وطلعها برده عصام ثروت، في تألق كبير جدا لعصام الحقيقه بامانه شديده، يعني انقذ مرماه، وفي عدم توفيق كبير وعدم زي ما قلنا رغبه في لعيبه الاسماعيلي انها تحقق الفوز. مش عدم رغبه، نقدر نقول ان هو يعني
اصل عدم الرغبه دي اكيد مفيش لعيبه كابتن ابو جريشه مش عايز يكسب، ومفيش لعيب ما يكونش عنده اصرار كده. انت بتنافس كل حاجه في الملعب عشان تكسب. بيبقى عندك ضغوطات كبيره جدا في الملعب، بيبقى عندك في بعض الاوقات تاثير جماهيري، تاثير تحكيمي، لكن بيبقى عندك اصرار في نفس الوقت ان انت تصر على المكسب وبتكسب فعلا. ده ما كانش موجود النهارده الحقيقه، ما كانش موجود. طيب عموما الاسماعيلي طبعا بهذه النقطه يصل للنقطه 50 ويبقى في المركز الخامس. حتى وادي دجله خدمه النهارده بان هو هزم من سموحه 1